السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثانوية العامة يا جماعة، واللي هي عاملاه في البيوت الأيام دي، والناس اللي فقدت الأمل، والناس اللي شايفة إن حلمها ضاع في لحظة، والناس اللي شايفة إن حلمها ضاع في عيالها مش حقيقي. مش حقيقي يعني. ولو كان حقيقي أكتر من كده زمان ما بقاش حقيقي دلوقتي. يعني ده مش مبرر للناس اللي تكاسلت وما ذاكرتش وما عملتش، ولا هو إنقاص من الناس اللي اشتغلت على نفسها وذاكرت ونجحت. إنما إحنا هنتكلم في الواقع مش أكتر. اللي عايز أقوله إن أنت الثانوية العامة مش نهاية المطاف، ولا هي نهاية التراك، ده هو بداية التراك أصلا. يعني مش كونك ما دخلتش طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا فانت كده حياتك وقفت والمرحلة اللي عدت ومش جاية تاني، مش حقيقي طبعا. اللي عايز اقوله لك ان انسى اللي فات وركز في اللي جاي. وقابل في حياتك هتلاقي كتير جدا، ممكن يكون دكتور عادي جدا، او ممكن يكون مش ناجح قوي، وممكن يكون مهندس بس الدنيا ما اديتوش قوي، وممكن يكون واحد تاني كان خريج اداب وبعد كده بقى مدير خدمة عملاء لشركة مالتي ناشونال، او حد بيشتغل على نفسه في اللغات فاصبح بيشتغل في شركة انترناشونال مثلا. يعني القصد ان مش كل المجالات النهارده بقت مرتبطه زي زمان بفكره انك خريج كليه ايه. الموضوع ده مرتبط بمجالات محدده قوي، يعني زي ان انا لازم اكون عشان ابقى مهندس مدني لازم اكون خريج هندسه مدني، ان انا اكون محاسب لازم اكون خريج تجاره محاسبه. دي حاجات منطقيه انما مش كل الحاجات المتبقيه ولا كل الوظائف اللي في الدنيا هي دي بس. بالعكس، بص على الانترنت وشوف مين اكتر حد بيقدم محتوى مثلا في البرمجة، وهتلاقي ان هو مش خريج حاجة خالص بدون ما اذكر اسماء يعني. وبص هتلاقي ناس اصلا بتبقى خريج الطب او هندسة او صيدلة وبيسيبوا مجالاتهم ويشتغلوا حاجة تانية، وانا اعرف حالات كتيرة من ده وبيبقوا ناجحين جدا. يعني انا اعرف حد هو اصلا خريج صيدلة وبيشتغل في مجال السبلاي تشين وحد متميز وله اسمه يعني. تمام. هتلاقي مثلا انا بتابع مثلا استاذي الدكتور ايهاب مسلم، وده كان خريج طب. تمام. وكان بيشتغل في جراحة المخ والاعصاب، وهو دلوقتي اشهر حد في عالم من اعلام البيزنس يعني، او تقديم المحتوى بتاع البيزنس، وغير السايكل بتاعته كلها وخد الاتجاه ده. فاللي عايز اقوله انت مش في نهاية التراك، انت في بداية التراك. ده ما يعنيش ان انت تتكاسل، اغتنم الفرص بقى. ابدأ فكر في ان اي فرصة جاية انت ازاي هتاخدها، يعني هتاخدها. ما تفكرش ان انا كنت عايز اطلع طبيب وما طلعتش، لا، انت ممكن تطلع اي حاجة تانية افضل من انك تكون طبيب. وخليك عارف دايما ان اختيار ربنا هو الافضل في المرحلة دي. كل الناس اللي فشلت في مرحلة من مراحل حياتها كانت فاكرة ان دي نهاية الكون. بعدها واللي راحت له كان ان شاء الله في حتة تانية خالص، كانت ممكن تبقى او بقت بالفعل ناجحة في حتة تانية خالص. انا ممكن اكون ما نجحتش في ان اكون مثلا طبيب او اي حد، يعني طبيب مثلا بشري، بس انا النهارده مثلا ممكن اكون بشتغل في الماركتينج في شركه مالتي ناشونال، بشتغل في الكاستمر سيرفيس في شركه مالتي ناشونال، بشتغل انا ما دخلتش طب بس دخلت حقوق وبعدين راح ربنا عوضني فاشتغلت في شركه بترول. انا ما نجحتش ان انا ابقى مش عارف ايه، بس بعد كده اشتغلت على نفسي وخدت كورسات وبعد كده بقيت او خدت ماجستير وخدت دكتوراه وبعد كده بقى ليا وزني في الحتة اللي انا بقيت فيها. الخلاصة او الشاهد من الكلام ده كله ان عايز اقول للناس يعني الموضوع ما يستدعيش حزن، يستدعي فقط شوية ندم بسيط لو انا كنت متكاسل مش اكتر من كده. انما لو انا عملت اللي عليا خلاص. وطبعا مبروك للناس اللي نجحت واشتغلت على نفسها وواظبت ووصلت لحلمها. اللي عايز اقوله ان ده مش نهاية المطاف، هو بداية المطاف للاتنين على فكرة. يعني اكم من ناس طلعوا اوائل في الثانوية العامة وبعد كده احنا ما سمعناش عنهم متميزين في اي حاجة، واكم من ناس كانت دخلت حاجات اصلا هي ما كانتش راضيه عنها وبقينا النهارده بنسمع عنها علم من اعلام البرمجه، علم من اعلام الحسابات، علم من اعلام الماركتنج في السوق.
ناس كنا دخلوا اللي هم عايزينه وبقوا بيشتغلوا موظفين عادي في اماكن عاديه بمرتبات عاديه، وناس تانيين ممكن يكونوا بحساباتهم هم فشلوا ساعتها، ولكن دلوقتي بقوا بيشتغلوا في اماكن محترمه جدا بمرتبات محترمه جدا، بقوا راكبين عربيات محترمه جدا. يعني الحياه مش واقفه عند الثانويه العامه وعند النقطه اللي انت فاكر ان دي نهايه التراك، هو بدايه التراك. خليك جاهز بس انك انت تجري عشان لسه هتجري كتير قوي، ده لو انت عايز تجري. وخليك عارف دايما ان الناجح ممكن يبقى ناجح في اي مكان، مش لازم يكون ناجح في الحته بس اللي هو اعتقد ان هي دي اللي انا هبقى ناجح فيها. لا، واختيار ربنا دايما هو الافضل، وما تعسفش نفسك واشتغل على اللي جاي وانسى اللي فات اصلا. وخليك عارف ان احنا قلنا ان ده مش نهايه التراك، ده بدايه التراك، وربنا يوفقك في اللي جاي وما تضايقش نفسك تماما يعني. كل سنه وانتم طيبين.